رمضان لعبها في المرمى لو انقذها، ولعبها في الزاويه الضيقه كمان صعبه. امير عبد الحميد خلصها. 8-2 في الركنيات، تاني على حدود منطقه الجزاء، ووليد جول جول جول. الحاوي وليد يسجل من جديد بعد نزوله ثواني ايه، لحظات. وليد سليمان كلمة سر الأهلي في هذه المباراة، يصنع هدف أولا لرمضان بانفراد، يضع انفراد منفردا، يضع رمضان منفردا بالمرمى وتضيع، فقرر انه يسجل بنفسه. خلاص رمضان مش عايز تسجل، عاجز عن التسجيل، خلاص عنك انت، انا هسجل. ومتأثر جدا وليد بعد نزوله وبعد تسجيله الهدف الأول للنادي الأهلي في هذا اللقاء. دقيقة 58 وليد سليمان يتلقى الكرة من على حدود منطقة الجزاء ويضع في الكرة. هي الحقيقة الكرة فيها غضب، فيها غل. هو طبعا أحمد مجدي الأعصر برجله الشمال، اللاعب الأعصر اللي هو بيلعب بقدمه اليسرى، قرر انه يبعد فوز مريح او سهل وبلا تعقيدات، ولسه يعني كل ده لسه الامور لم تحسم. رمضان وفتح الله، المرة دي فتح الله. رمضان مشي مر من فتح الله مرتين في هذه المباراة، وتألق أمير عبد الحميد في المرتين وأنقذ هدف مؤكد، هدفين يعني من رمضان. المرة دي فتح الله في الكورة الثالثة 12 او 13، مش هنعد الركنيات نادي الاهلي كتير جدا. عبد الله السعيد لصبري، لعبد الله مره ثانيه يحاول المرور، صبري رحيل بجواره، صبري استلم، صبري الله على الهدف، الله على الهدف. جون أنتوي قولوا زي ما تقولوا، المهم ان الغاني يسجل الهدف الثاني. ورايح لمين؟ رايح لحسين السيد، واضح ان هو اقرب لاعب له في تشكيلة او في فريق النادي الاهلي. جون أنتوي يسجل الهدف الثاني، يؤمن الفوز تماما في اخر 10 دقائق من المباراة. وبرضه بداية الهدف من ضربة ركنية. اللعبة متحركة والكرة متحركة، وصبري رحيل اوفر جميل، والغاني والهدف يعزز الفوز والتقدم ويقترب تماما. 3 نقاط الآن أصبحت قريبة، أصبحت في المتناول. رائحة الدرع يشعر بها الآن الأهلوية، نسائم الدوري تهب على الجزيرة بعد تسجيل هدفين والاقتراب تماما من حسم اللقاء. ادي امير، لكن انتوي رائع الارتقاء وفي غياب وفي غفله من الرقابه الدفاعيه الانتاج الحربي. جون أنتوي يجد الفرصه، يشكر مدربه. وخلي بالك مارتن يول راهن على 2 من البدلاء، ما اسعد. شوف الفرحه فرحه مارتن يول وفرحه الجهاز الفني. طبعا هدف